تخيل عزيزي المتابع انه مرض الزومبي يضرب العالم وتبدي المضرطة مع الزومبي، بس المشكلة مو هنا، المشكلة بين كل ذني الزومبيات تقفل على مذهبك بنية زومبي وتحبك وتروح وياك وين ما رحت، وحرفيا وين ما تروح وانت ايش قاعد تسوي هي لازقة بيك، وحتى من تفوت على التواليت هم تفوت وياك. فيعني حبيبي والله. وتبدي المضرطة مع مرض الزومبي اللي انتشر وحول الناس كلها إلى زومبي. بعدها يجي بطل الفيلم حبيب قلبي اللي اسمه تشين وصاعد على الماطور ووراه وحدة زومبي، بس البنت اللي متحولة زومبي وياه ما تأذيه لأن هي تحبه فعليا. يعني قاعدين تتخيلون المضرطة المفرطة اللي قاعدة تصير بهذا الفيلم. وبعد يشوف زومبي مسلوق مذهبه بعد ما اجته ورقة ولزقته بوجهه وطفته من الرئيسي، وهنا قرر ينزل ويقتله وياخذ الحذاء مالته. فيعني حبيب قلبي شاف الحذاء ماركة ونوعية زينة وما يطلع ريحة، فقال اليوم ما اعوف الا اصمت جده واخذه. وبعد يصعد بالدراجة وهسته ودا يمشي باوع حيج، وكان يلقى انه جريدة على وجه الزومبي مكتوب بها طريقة انه يرجع الناس المتحولة الى زومبي الى طبيعته. وبعدها يهجم عليه الزومبي ويطلع الكلوك مالته حبيب قلبي ويضربه وحده هيد شوت ويقول له لك ترجع للوبي يلا. وبعدها راح ياخذ الجريده ويقرا اللي مكتوب عليها، وهنا راح تجي فكره انه يحاول يرجع البنت اللي يحبها الى طبيعتها. وبعدها يشمر البنت على الماطور ويدق السلف بوجهها للبيت، وهنا راح يقعد ويدرس الخطه شلون راح يقدر يصل للمكان اللي موجود بالخريطه ويقدر يرجع البنت على طبيعتها. وبعدها يطلع بيده عصا سحريه ويبدا يصنع بيها اسلحه، وهنا البنت تكون عضتها عضه خفيفه بس ما تاذيه لحتى تعرف انه وين يروح وين يجي حتى تبقى لازقه بيه. وبعدها حبيب قلبي يقرر انه يصنع لها الطقم ويركبه باسنانها لحتى لما تعضه ما تاذيه. وبعد حبيب قلبي يقدر يصنع سلاح من خلال عصا التمضرط اللي عنده ويطلع برا لحتى يجربه على اي زومبي. وهو قاعد يضرب الزومبي حبيب قلبي بالغلط توقع البنت وتتاذى، وهنا راح ياخذها للبيت وياه ويبدا يعالجها ويغسلها وكله جو رومانسي حبيب قلبي. المهم احنا شعلنا بيهم. وبعد حبيب قلبي يقرر يروح للمكان المحدد لحتى يقدر يجيب العلاج لحبيبته، وهنا راح يشوف زومبي هواي كثير ويبدا يستخدم السلاح اللي صنعه لحتى يقتل بيهم الزومبي. وهنا حبيب قلبي راح يبدا يضرب يمين يسار الله ويتحمس زائد ويقوم يضرب تطويش للسماء. ملخص مفيد، حبيب قلبي قدر يقتل كل الزومبي الموجودين بهاي المنطقه. وهنا راح يلقي شنطه ويفتحها ويلقي العلاج داخلها، واول ما يضرب حبيبته تيجي وجبه جديده من الزومبيات. وهنا راح يصعدون السياره ويسدون الباب، بس هسه هو يبوح هيك ويلقى انه العلاج باقع برا، وسوء حظه مد ايده ياخذه وكان اكو زومبي جوا السياره وتعضى من ايده. وبعدها يسوي خطه تجلب ويدخل السياره بسرعه ويسد الباب ويباور عيده ويلقيها عضه كانت حيل قويه. وبعدها حبيب قلبي يمسك العلاج ويحاول انه يضرب نفسه، بس هنا راح تجي حبيبته وتقرب عليه وتعضه عضه خفيفه من كتفه وراح يباوع لها وراح ينكسر قلبه عليها، وقرر انه ينطيها هو العلاج ويعالجها ويرجعها لطبيعتها البشريه. وبعد حبيب قلبي تمسك ايديه ويصير موقف كلش غريب، لان البنت رجعت طبيعتها البشريه بدون ما تاخذ العلاج، وهنا حضنتها حضنه قويه، وهنا حس بانه هو يحبها وهي تحبه من كل قلبه، وقرر انه يضحي بحياته وينطيها هي العلاج. وهنا اول ما اجت لحتى تضرب الحقنه هي مسك الحقنه وهو ضربها وبدا جسمها كله يرتجف وصارت بيها رعشه كلش قويه وبدت ترجع لطبيعتها البشريه. وبعد حبيب قلبي بدأ هو يتحول إلى زومبي، وهنا قرر إنه يخرج من السيارة ويقفل الباب ويسده لحتى لا يأذيها. وبعد ما تصحى البنت حبيب قلبي هو تحول إلى زومبي بالكامل، وهنا قررت إنه تنزل من السيارة وهو قاعد يبوع لها بنظرة حب، لأن كان بعد أكو بعض الذكريات اللي هو ما ناسيها. وبعدها شدها بركضة الزومبي كلها ركضت عليها وحاولت تصعد بالسيارة بس ما قدرت حبيب قلبي. هنا هو مشدها بركضة وراح وبدأ يضرب الزومبي ويحاول يبعدهم عنها. وبعد حبيب قلبي قدر انه يحضن البنت لحتى يحميها من الزومبي، وكل الزومبي الموجودين قاموا يعضوه هو بدالها. وهنا راح يجون مجموعه من الناس شايلين اسلحه ويبدون يقتلون الزومبي، وهنا حبيب قلبي هو راح يوقع بالقاع ويفقد الوعي، وبعد يقدر يستعيد وعيه. وهنا واحد منهم يقرر انه يضربه بس الرئيس مالتهم قاعد وقف. وبعد حبيب قلبي يتقرب لها ويمسك ايدها ويقعد يباوع عليها، وهنا راح يجي على حلقها ويطلع الطقم اللي لبسه اياه مال الاسنان ويلبسه هو ويمشي ويتركها. وبعدها حبيب قلبي تبدأ ذاكرتها ترجع شوية شوية، وراح تذكر بأنه هو كان يحميها ويداريها لما كانت هي مريضة، وهنا راح تذكرها وتنقهر عليها. ولهنا وصلنا نهاية الفيديو. أتمنى الفيديو نال إعجابكم، لا تنسون تخلون لايك واشتراك، وأشوفكم في الفيديو الجاي. بيس.